عبدة الشيطان ومين هما وازاي ظهرت في مصر. الموضوع بدأ في مصر في قصر البارون سنة 1997. اتسلسل مجموعة من الشباب والبنات بالليل للقصر وعملوا حفلات كتير فضلوا يرقصوا فيها على أنغام موسيقى اسمها الميتال، وتسببوا في رعب وفزع المحيطين بالقصر، وكل اللي كانوا حوالين القصر بلغوا عنهم وبقت قضية رأي عام ولقبت وقتها بعبدة الشيطان. ولغاية دلوقتي ما بنسمعش عن القضية ديت مرة تانية، والأمر دوت ما توقفش لغاية هنا. بعد أول قضية حصلت ليهم لكن ظهرت تاني عبدة الشيطان مرة أخرى في عام 2011. وقتها اتقدمت سيدة مسيحية بالبلاغ للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بأن شخص انتحل اسمها وصورتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحطها على صفحة تانية. الصفحة التانية ديت كانت بتسيء للرسول. وبعد القبض على المتهم اعترف انه منضم لمجموعة من عبدة الشيطان. وعبدة الشيطان عندهم افكار غريبة ومريبة جدا، زي مثلا ممارسة الجنس بشكل جماعي وعشوائي، وكمان تناول المخدرات والخمور وتدريس الكتب الدينية، وبيفضلوا يستمعوا لموسيقى اسمها الميتال عشان ضخامتها وقوتها اللي بتدفعهم للرقص والعنف كمان. وبيقدموا قرابين زي مثلا ذبح الحيوانات. ومن آخر وقعة في 2011 والقبض على مجموعة تدعي إنها عبدة الشيطان. ما حصلش أي قضايا تانية من وقتها من النوع دوت، لكن الموضوع ده رجع مرة تانية خلال الأيام ديت عن طريق السوشيال ميديا. انتشرت حاجات كتير جدا بتسمى تحت اسم عبدة الشيطان، ومنها كمان صفحة اسمها تحت الأرض. الصفحة ديت بتقدم كل حاجة عن عبدة الشيطان، وبتدعي الشباب والبنات اللي هم يدخلوا معاهم في عبادة الشيطان وتقديم قرابين، مقابل اللي هم كده هيبقوا معاهم غنى ويبقى معاهم مال لا محدود. لكن كل الكلام دوت كده، مفيش حاجة اسمها كده. وخلال الفترة ديت على السوشيال ميديا الموضوع ده ظاهر جدا. فقول لي بقى، لو انت كنت لقيت مثلا حد من عبدة الشيطان قدامك، ايه اول رسالة هتقولها له وايه اول حاجة هتعملها معاه؟ وبس كده، سلام.